استخدمتي حاجات كتير لشعرك ومفيش تحسن؟ انا هقولك الحل في الفيديو ده. مؤخرا انتشر سيرمز كتير قوي لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، بس هل كل سيرم ينفع تستخدميه؟ وامتى ضرره يكون اكبر من فوائده؟ معاكي دكتور محمود، صيدلي وخبير في التركيبات الطبيه والتجميليه. معاكم دكتور هبه عبد الحليم، اخصائيه الجلديه والتجميل والليف. مشكله تساقط الشعر مشكله عصريه بتقابل كل واحد فينا بسبب الاسترس، قله النوم، او سوء التغذيه، او حتى بشكل وراثي. يعني اي حد بيشوف الفيديو ده عرضه للمشكله دي. مهم جدا تعرفي ان مش اي سيرم بتحطيه على حواجبك ينفع تستخدميه لرموشك، وده لان المنطقه حوالين العين منطقه مهمه جدا وحساسه، وممكن يحصل فيها مشاكل كتير زي ان يحصل التهابات او حتى يحصل اكياس دهنيه على خط الرموش، وده بيضطرنا ان احنا نشيلها بالجراحه. بالفعل في منتجات كتير في السوق، ناس كتير استخدمتها، ولكن كل منتج له اثاره الجانبيه زي التهيج في فروه الراس، القشره، والاهم اننا لازم نستمر عليه مدى الحياه. هقول لك النهارده على السيرمز العلاجيه اللي بنستخدمها لحواجبك ورموشك، لازم يكون فيها 3 مواصفات اساسيه. اول واهم حاجه ان يكون التكتشر بتاعتها واتري، يعني يكون قوامها مائي بحيث ان هو يتحط تحت العين من غير ما يكون فيها اي زيوت تسبب اي التهابات للبشره. تاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، انها تضمن لك النتيجه حتى بعد ما توقفيها وما تبقاش مؤقته زي اي برودكتس تاني. تالت نقطه ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا نلاقي نتيجه ملحوظه في الطول والكثافه عشان نقدر نستغنى عن المسكره في المشاوير اليوميه. طب ايه المميز او المختلف في منتج النهارده كيرا هير لوشن التساقط؟ وده لانه مدعم بماده البروكابيل الاقوى 10 مرات من ماده المينوكسيديل، كمان اللايبوسوم الكافيين والسوبالميتو المسؤولين عن تقليل تساقط الشعر وتزويد التدفق الدموي للشعرايه، وكده هيوصل غذاء كويس للشعرايه. والاهم من ده كله ان انا مش مضطر استخدمه طول حياتي، والاهم من كل المميزات دي انه علاج مش بس حل مؤقت، يعني لو بطلته الشعرايه مش هتقع تاني. ولحسن حظي اني جربت برودكت هو في الحقيقه ينطبق عليه كل المواصفات دي، وهو كيرالاشي سيروم، وده لانه هو منتج طبي بتقنيات حديثه وفيه مواد طبيعيه كتير بيستخدم فيه تقنيه الGRF اللي بتعتمد بشكل اساسي على تقنيه الGB4G اللي بتساعد وتسهل عمليه انبات شعر الرموش والحواجب، بالاضافه الى انه بيحتوي على ماده الفايبر هانس والريدنسيل ومستخلصات طبيعيه زي عشب ديل الحصان والسوبالميت. طيب هنستخدمه ازاي؟ على فروه الراس الجافه والنظيفه تماما هحط كميه مناسبه من كيرا هير لوشن وادلك فروه راسي في اتجاه نمو الشعرايه، وبعد استخدام 3 اسابيع هنبدا نشوف نتيجه مبهره. استخدمي السيروم كل يوم مره الصبح وهتلاقي نتيجه واضحه وتعجبك خلال 10 ايام.